التدابير الآتية مثل أي دولة بالعالم أو جزء من سوريا. نحن كمقاطعة تل أبيض والإدارة الذاتية بكرة من الساعة تقريبا صباحا 7 صباحا يتم تنفيذ الحظر. طريقة الحظر هي الأخوة المواطنين، ننصح للأخوة المواطنين لعدم الخروج من المنازل والتدابير اللازمة حرصا على سلامة الأهالي وشعبنا في شمال سوريا وسوريا عامة. نحن اليوم منطقة شمال وشرق سوريا خالية من هذا المرض، وسوريا خالية من هذا المرض إن شاء الله تم على هذا المنوال، ولكن ما نستهتر بالمواضيع، ناخذ المواضيع بمحمل الجد. تدابير هذا وباء، وطالما تصنف وباء لازم تاخذ على عاتق الشعب، لازم كل عائلة تاخذ تدابيرها بالنظافة، بالتعقيم المنازل، عدم الخروج من المنازل. إداراتنا نحن أخذنا التدابير ضمن الإدارات الخروج، احنا كمان ان الخبز، التموين، الرقابة، النظافة يتابع عملها، الكهرباء تتابع عملها كمناوبين. الإدارة طوارئ، احنا حالة طوارئ نكون احنا مناوبين. الصحة، الكهرباء، البلديات، التموين، مراقبة الأفراد، نعم هذه موجودة. الرقابة موجودة، الرقابة تطلع تراقب، تتابع عملها، البلدية تتابع عملها، المياه، الكهرباء، الكل. محروقات من نوقف العمل بشكل نشيل العمل، بس لكن تدابيرنا هي تدابير وقائية.